اتهموني إني حرامي، ولما الحرامي الحقيقي اتكشف قالولي سيب الموضوع يعدي. اتهموني إني حرامي، والحرامي الحقيقي كان نايم في أوضتهم. أنا شاب على باب الله، بشتغل وبجتهد، وساكن مع قرايبي عشان أوفر إيجار. كنت فاكرهم أهلي وأمان وسند. في يوم مبلغ كبير اختفى من البيت، ولا تحقيق ولا سؤال ولا حتى يمكن. كل العيون اتجهت ناحيتي في ثانية. واحدة قالت أصله غريب عننا، واحد تاني قال ما هو اللي داخل خارج لوحده. أنا اتجمدت، قلت والله العظيم ما خدت جنيه. ردوا عليا الحرامي دايما بيحلف. فتشوا أوضتي وشنطتي وهدومي، إهانة كاملة قدام الكل، وأنا واقف حاسس إني صغير مكسور ومتهم من غير ذنب. اللي وجعني أكتر إن الحرامي الحقيقي كان قاعد وسطهم ساكت بيتفرج عليا وأنا بتسحل. عدى أسبوعين وأنا متبهدل، سمعتي اتوسخت، ناس بطلت تكلمني وناس بقت تبصلي باحتقار. وفجأة الحقيقة ظهرت، فلوس اتلاقت في أوضة ابنهم، اعتراف طلع بالعافية، والدنيا وقفت لحظة. استنيت كلمة واحدة: أسفين، غلطنا، نبرأك قدام الناس. بس اللي حصل كان أقسى. قالولي ما تكبرش الموضوع، اللي حصل بينا يفضل بينا، سمعتك قدام الناس معلش. يعني أنا اتفضحت ظلم، ولما الحق بان كان لازم أسكت عشان شكل العيلة. مشيت من البيت في نفس الليلة، ما خدتش حاجة، سبتهم بفلوسهم، وخدت معايا وجع ما بيتنسيش. ومن يومها عرفت إن الظلم مش بس في الاتهام، الظلم الحقيقي إنهم يعرفوا إنك بريء ويختاروا يسيبوك متهم. اشتراكك مش بياخد ثانية، بس بيفرق كتير معانا.